في نوعية كده من الناس بيبقى كلامها كله دبش، ودايما بيوجع اللي قدامهم بكلامهم وقلة ذوقهم، والحاجة اللي بتتقال عن الناس دي دايما انهم طيبين وقلوبهم بيضة، فعشان كده اللي في قلبهم بيكون على لسانهم. الناس الدبش اللي كلامها بيبقى جارح مش اطيب قلوب ولا حاجة زي ما بنسمع. البني ادم اللي عنده قدرة انه يؤذي حد نفسيا كل يوم بكلامه وافعاله من غير ما يحس بتأنيب ضميره ويبرر لنفسه باصل انا كده طبيعي، ده بني ادم اصلا مش سوي. فما تحاولش انك تدافع عن نفسك بالباطل. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فاحنا ديننا امرنا باننا نتعامل مع الناس بخلق حسن، نتعامل مع الناس بما يرضي رب الناس. اما اللي يقولك اصل انا بتكلم بتلقائيه ومش ببقى عارف ان في حد ممكن يتاذى من كلامي، كل ده ملناش فيه. كلامك بيدل على اللي جوه قلبك. فلو انت انسان دبش اوعى تفتخر بده، عشان ده اكبر دليل على ان اللي جوه قلبك سواد. فلو انت من النوعيه دي من الناس اوعى تفتخر بده، وتوب لربنا عشان دي جزاءها